انت دلوقتي غالبا بتتفرج عليا من موبايل او لابتوب، بس عمرك وقفت وفكرت هو الجهاز ده ايه اصلا؟ ايه هو الكمبيوتر؟ هل هو بس شاشة وكيبورد، ولا صندوق فيه شوية قطع غالية، ولا حاجة اعقد من كده بكتير؟ قبل اي مبرمج ما يكتب اول سطر كود لازم يكون فاهم الماشين اللي هتشغل الكود. النهارده هنمشي رحلة من اول ادوات العد القديمة لحد الذكاء الاصطناعي، وفي الاخر هتطلع من الفيديو ده عندك تعريف محترم وواضح عن الكمبيوتر، وليه موبايلك ده يعتبر كمبيوتر كامل. تعال نرجع لورا شويه. اول ما الانسان بدا يحسب ما كانش عنده سي بي يو ولا رام، كان بيستخدم حاجات بسيطه جدا شبه اصابع الايد والحجاره. بعد كده ظهر الاباكوس، العداد الخشبي المشهور، ودي كانت اول محاوله ان احنا نستخدم حاجه تساعدنا في الحساب. بس خلي بالك، كل مرحله في تاريخ الحوسبه ما ظهرتش فجاه، ظهرت لان الانسان وصل لحدوده. الحساب بقى اكتر من اللي المخ يستحمله، الخطا بقى مكلف، الوقت بقى عنصر حاسم. المهم، بعد كده ظهرت الات ميكانيكيه كانت بتعمل جمع وطرح بس، مفيش كهرباء ولا برمجه حقيقيه. وهنا جت الفكره الخطيره، طب ليه ما نصممش جهاز ينفذ تعليمات مختلفه حسب البرنامج اللي نكتبه، مش حسب شكله او تركيبه؟ وهنا بدات فكره البروجرامابل ماشين. في القرن ال19 ظهرت اول افكار لجهاز شبه الكمبيوتر اللي نعرفه النهارده، في حساب او معالجه، في ذاكره، في تعليمات. الفكره كانت موجوده بس التكنولوجيا ما كانتش لسه جاهزه. مع الوقت ظهرت اجهزه كانت بتشغل غرف كامله، وكان استخدامها مقتصر على الجيش، البحث العلمي والجامعات الكبيره. لكن التحول الحقيقي ما كانش في البرمجه نفسها، كان في الالكترونيات. لما اتنقلنا من الالات الميكانيكيه للالات الكهربائيه، ولما اتنقلنا من الفاكوم تيوبس او الصمامات المفرغه للترانزستور، كل حاجه اتغيرت. الحجم صغر، السرعه زادت، القدره الحسابيه انفجرت، لحد ما وصلنا لمرحله ان الموبايل اللي في جيبك النهارده بقى اقوى من سوبر كمبيوتر كان بيحتاج مبنى كامل من عشرات السنين. والقوه هنا مش معناها الشكل ولا الحجم، القوه معناها سرعه معالجه، ذاكره، تنفيذ تعليمات اكتر في وقت اقل. ومع ظهور الكلاود كومبيوتنج والداتا سنترز بقينا بنتعامل مع مئات والاف الاجهزه على مستوى العالم بتشتغل مع بعض كانها كمبيوتر واحد عملاق. ودلوقتي في عصر الذكاء الاصطناعي اللي غير اللعبه تماما، بدل ما الكمبيوتر ينفذ تعليمات بس، بقى يتعلم من البيانات، يفهم الكلام، يحلل الصور، يكتب نصوص، وحتى يرسم لوح. خلي بالك، كل التطور ده من اول العداد الخشبي لحد الذكاء الاصطناعي مبني على فكرتين بس: ازاي نمثل المعلومات، وازاي نخلي آلة تنفذ التعليمات. دلوقتي بعد ما عرفنا الرحلة، تعال نحدد بدقة ايه هو الكمبيوتر. الكمبيوتر هو جهاز الكتروني قابل للبرمجة، بياخد مدخلات يعالجها حسب تعليمات، يخزن بيانات، ويطلع نتائج. خلينا نفهم كل كلمة. قابل للبرمجة يعني سلوكه مش ثابت، بروجرامابل، بيتغير حسب البرنامج اللي بنكتبه. الكتروني يعني مبني على اشارات كهربية 0 1. المدخلات اي حاجة داخلة للجهاز، كيبورد، ماوس، كاميرا، ميكروفون، كل دي انبوتس. البروسيسنج او المعالجه، وده الشغل اللي بيعمله السي بي يو او الجي بي يو على الداتا في حاله الذكاء الاصطناعي. المخرجات، الشاشه، الصوت، ملف جديد، رسمه، نتيجه حسابيه، رد من شات جي بي تي. بعد كده التخزين، وهو المكان اللي بتتحفظ فيه البيانات حتى بعد ما تقفل الكمبيوتر، ال اتش دي دي، الاس اس دي، او كلاود. كمبرمج بعد كده اي برنامج هتكتبه هيمشي جوه الاطار ده: انبوت، بروسيسنج، اوتبوت، ستورج. حتى الاي اي نفسه بيشتغل بنفس المبدأ ده بس بطريقه اذكى. طيب طالما الكمبيوتر قوي كده والاي اي بيعرف يكتب ويرسم، هل هو بيعمل كل حاجه اقوى من الانسان؟ لا. تعال نقارن. طيب الانسان قوي في ايه؟ الترو كرياتيفيتي، الابداع الحقيقي. نكتب قصه من خيالنا، نرسم لوحه معبره، نحل مشكله بطريقه غير تقليديه، نفهم الكونتكست العميق او نفهم النكته مثلا، نفهم المشاعر، نقرا ما بين السطور، التعامل مع الغموض، ولو المعلومات ناقصه نقدر نخمن او نستنتج بناء على خبراتنا. طيب الكمبيوتر والاي اي قوي في ايه؟ السرعه الفظيعه، ملايين ومليارات العمليات في الثانيه الواحده، الدقه المطلقه، البرنامج لو صح النتائج هتطلع مظبوطه 100% كل مره، تكرار بلا حدود، يعمل نفس العملية مليون مرة من غير ما يتعب، التعلم من البيانات الضخمة. ال AI يقدر يتعلم من ملايين الأمثلة في وقت قصير جدا. طب خلينا ندي مثال. أول حاجة الحساب. لو قلت لك احسب لي مجموع أول مليون رقم، هتاخد وقت كبير جدا، ده لو عرفت توصل له يعني. الكمبيوتر لو كتبت له البرنامج الصح مش هياخد ثواني حرفيا. تاني مثال التعرف على الصور. لو اديتك مليون صورة وقلت لك اتعرف على الوشوش اللي جوه المليون صورة دول، انت كإنسان هتاخد وقت، ده لو قدرت انك تميز. الاي اي نقدر ندربه على ملايين الصور دي، وبعد كده يقدر يتعرف على الوشوش بدقة عالية جدا. تالت مثال لو رحنا لحاجة فيها غموض او سياق مفقود احدى حلقاته، الانسان هيبدأ يفكر الحلقة دي راحت فين، لكن الاي اي هيديك نتائج غير مظبوطه تماما. احنا كمبرمجين بنعمل ايه؟ بنستغل الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي قوي، بيقدر يكرر، بيقدر يتعلم، ونحط جواه المنطق بتاعنا كبشر في صوره الجوريثم. انت اللي بتعلمه ازاي يفكر، هو بينفذ بسرعه. حتى الاي اي انت اللي بتدربه.
كتير من الناس مفكرين ان الكمبيوتر ده يا ديسكتوب يا لابتوب والموبايل ده حاجه تانية لوحده، لكن ده مش حقيقي. الموبايل عباره عن كمبيوتر متكامل بس بشكل مختلف. في قلب اي موبايل هتلاقي السي بي يو او المعالج اللي بينفذ التعليمات، وبرضه هتلاقي فيه الرامات الذاكره المؤقته اللي بتشيل البرامج اللي شغاله دلوقتي، وفي ستورج هتلاقي اي موبايل فيه ستورج 128 جيجا 256 64. برضه هتلاقي فيه اوبريتنج سيستم اللي هو الاندرويد او الاي او اس، واخيرا هتلاقي فيه نفس فكره الابلكيشنز اللي بتبقى موجوده على الكمبيوتر. مثال حي معانا وهو واتساب، تقريبا موجود على معظم الموبايلات. البرنامج نفسه هو سوفت وير بيشتغل فوق او اس سواء اندرويد او اي او اس. بيستخدم السي بي يو عشان يعالج الرسائل، بيستخدم الرامات عشان يخلي التطبيق سريع، بيستخدم النتورك عشان يبعت ويستقبل، بيستخدم الاستورج عشان يحفظ الصور والرسائل. نفس فكره اللي بيحصل على اي بي سي مع اي برنامج. الخلاصه ان احنا لما نقول كمبيوتر ما نقصدش شكل معين، اي جهاز فيه بروسيسنج او معالجه وذاكره وتخزين وقدره على تشغيل السوفت وير بيساوي كمبيوتر. النهارده فهمنا يعني ايه كمبيوتر، وشفنا رحلته من اول العداد الخشبي لحد الذكاء الاصطناعي، وعرفنا ليه موبايلك ده كمبيوتر كامل. بس السؤال اللي بيجي في بال اي حد بيبدا بروجرامنج، ازاي الكمبيوتر بيشوف البيانات من جوه؟ ازاي الحرف ايه مثلا بيتحول ل 0 و1؟ ازاي الصوره بتتخزن؟ ازاي الصوت بيتسجل؟ ازاي الاي اي بيفهم الكلام والصور؟ الاجابه كلها في حاجه واحده، بيتس اند بايتس. وده بالظبط موضوع الحلقه الجايه. في الحلقه الجايه هنتكلم عن البيت والبايت، الفرق ما بين الباينري والديسيمال والهكساديسيمال، ازاي الحروف والصور والارقام بتتحول ل 0 و1، وده هيبقى الاساس اللي هنكمل عليه بعد كده في اي حاجه تخص السوفت وير. لو حسيت ان الحلقه دي فتحت لك زاويه جديده عن الكمبيوتر، ما تنساش تشاركها مع حد مهتم او ناوي يبدا في البرمجه. اشوفكم الحلقه الجايه.